خوتي بكل روح رياضية أنا كنت متمني لهم الخسارة من أعماق 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 قلبي اليوم، بصح بونوا لديكم لا خوف عليكم. أي بيناتي التالية كيف جبدها، بونوا لديكم لا خوف عليكم. ذكا أنا تقول لي شراو الماتش، شراو الأربيت، شراو نيجيريا، الله يسهل، شراو الأربيت. بونوا لديكم لا خوف عليكم، الله غالب خوتي. الجارديان تاع نيجيريا دار جران ماتش، دار جران ماتش. بصح بونو هذيك كيف جبدها ما زلت مخلوع. انا كيف ما زلت مخلوع كيف جبدها خوتي. انا كنت خوتي المغاربه كنت متمني لكم الخساره من اعماق قلبي فيه اعماق 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 قلبي متمني لكم الخساره. بصح بونو الله غالب. واش راح ندير له، واش راح ندير، الله غالب. سينيغال كوليبالي ما يلعبش، ليكيب كاع ما تلعبش، تما خلاص رديتوها. ما كنتش حاب نزيد نهضر على كوب دافريك بصح رديتوها، والله ما تستاهلوها. والعلام تاع العلام تاع نيجيريا، علام تاع نيجيريا كان حاضر لهنا. انا عندي كلش تريكو تاع المغاربه تاع مصاروه، علام تاع نيجيريا، علام تاع فنزويلا، مادورو. دوك نجيب لك السيرفات اللي داه بها ترامب يسمى غير ريال مدريد. كي عندي كلش عندي حكيم هاهو. مهم خلاص واش صمتوه الكار. انا غادي نهضر الصح، اللي عجباته يقعد، اللي ما عجباتهش يخرج. صاي تبغي ولا تكره. على بالنا بلي هذه كوب طرافيك ماشي كوب دافريك، على بالنا بلي كاين كولاسه وكاين فساد تحكيمي، وعلى بالنا بلي كاين تحيز. سيد كاع راه مشى بقى من الحسد من كاليفيه المغرب، بصح حبس. قال عليا التعصب، قال عليا العاطفه، باش تقنعني باللي السيناريو تاع لا فينال مكتوب كيما هكا لهذه الدرجه. اسمح لي ما تعرفش بولا، خدم لي عقلك خويا. يلعبوا 90 دقيقه 120 دقيقه المغرب افضل من نيجيريا، ما يماركوش متفاهمين عليها، نجي معاك نطيحوا حبه ونجي معاك نقول لك واه صاي سعفك. بصح يزيدوا يروحوا ركلات جزاء، المغرب ضيع الاولى، من بعد نيجيريا يعطوهم تاهل. جاكويزي انا غنتيريها لك منها، روح منها، وانا غنتيريها لك في الوسط، لعبها رايعه وتولي كارديها. هذه مكتوبه خوتي. انا على الشيطان خوتي، ما تردوناش، ما نعرفوش بولا، ما تردوناش الراول. عشان شايف بولا انا ركلات جزاء نخدموا كلش، ابا ركلات جزاء ما نخدموش. سيختو كي كانت كيما هاك ما تهبلوناش خوتي. كاع راهي غايدتنا وراهي غايدتني، ما مكالفيناش حنا ولعبنا الدومي فينال المغرب، وكاع راهي غايدتنا وداروا لنا هاك وهاك وخرجونا وعلى بالنا بها. بصح على الاقل في هذه المباراه حطها لي بين قوسين، المغرب داروا سيناريو كانت مكتوبه كيما هاك، وكاين ثاني كولاسه في هذه بارتي. حشموا خوتي نعلو الشيطان، ما تهبلوناش. شفنا اليوم وشفنا بلي المغرب لعبت خير من نيجيريا. صاي انا نقول لهم باللي بكل روح رياضيه اليوم المغرب كانت افضل من نيجيريا. راه عندك لي كومونتير قول كيما تبغي، باسكو علاش شفنا بعينينا. انا شايف بولا ونعرف بولا، وعلى بالي كاين في هذه كوب دافريك وكاع على بالنا بها. بصح في هذه المباراه على الاقل ما تهبلوناش خوتي، ما تولوش الرول. صاي المغرب كاليفات الله يسهل. انت بغيت تيبورتي نيجيريا ولا غانا ولا، انا كملت عندي لا كوب دافريك، انا كملت عندي. بصح شاورا نهضر الصح، تبغي ولا ما تبغيش، هذه هي وسلام عليكم. ما اعتقد ان التاريخ راح يسجل لاعب حارس مرمى في المغرب مثل ياسين بونو. حارس عالمي، حارس اسطوره، دافع وداد عن مرماه في 6 مباريات متتاليه في البطوله كلها، ما دخل عليه الا هدف واحد. واليوم يقود المنتخب المغربي الى النهائي. كان كالاسد، بل هو الاسد الذي حافظ على عرينه كالامين، استبسل عن مرماه في ركلات الترجيح كما لم يكن. الله عليك يا ياسين بونو، الله عليك. المنتخب المغربي يصعد إلى فاينل أفريقيا عن جدارة وعن استحقاق. المنتخب المغربي بيكسب نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 ويطير للفاينل عشان يضرب معاد مع السنغال، مع أسود الترنجة، أسود الأطلس في مواجهة أسود الترنجة. حقهم ويستاهلوا ويستحقوا. المنتخب المغربي حقه والمنتخب السنغالي حقه. تعالى كده معلش من قبل البطولة واسأل لي أي حد بيفهم كرة وقول له مين أكتر منتخبات مرشحة للبطولة دي، هيقول لك المغرب والسنغال. هي الكرة كده يا جماعة، معطيات ونتائج. معطياتهم أفضل مننا بكتير. المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي من قبل البطولة وهم المرشحين للبطولة، فبيوصلوا للفاينل قدام بعض. هي سهلة وبسيطة من غير أي خناقات. أقوى منتخبين موجودين، مع إني كنت شايف إن المنتخب النيجيري كمان ثالثهم، أقوى 3 منتخبات في البطولة. بعيد بقى عن انتمائك، أنت لو مصري هتحط مصر معاهم، لو تونسي هتحط تونس، لو جزائري هتحط الجزائر، لأن أنت عندك
عندك انتماء لبلدك وده طبيعي، لكن المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي يستحقوا التواجد في الفاينل. المنتخب المغربي النهارده بيلعب قدام المنتخب النيجيري ند 50-50 يا باشا. لا والمغرب تتفوق كمان في اوقات كتيره من الماتش وتضييع وهجمات وفرص لحد الاكسترا تايم، مع الفرق الرهيب في الامكانيات البدنيه والجسمانيه للمنتخب النيجيري نفس وضع منتخب مصر مع السنغال. لكن انت كنت منكمش في ملعبك وخايف وما بتهاجمش، لكن المنتخب المغربي لا، ده هو اللي ليه الاسبقيه وهو الابر هاند وهو اللي بيهاجم وهو اللي بيحاول عشان عارف انه قادر انه يكسب وانه عنده المقومات لده ومش خايف. لكن انت كنت خايف في فرق كبير جدا. مبروك للشعب المغربي، مبروك لمنتخب المغرب، ومبروك للجماهير المغربيه، يستحقوها في الفاينل، وباذن الله تكون البطوله للمغرب وما تخرجش من المغرب وتكون الثانيه للشعب المغربي والمنتخب المغربي. افريقيا بتتلعب في المغرب ومش هتخرج من المغرب، هم قالوا كده من قبل البطوله وشكلهم هينفذوا اللي قالوه. أنا عارف أنكم كنتوا متوترين وعارف أنه كنتوا قلقانين، ولكن أنا بصراحة كان عندي ثقة عمياء اليوم بتأهل المغرب لآخر نفس. حتى لما أهدر إيجامان الركلة أنا كنت متأكد أنه بونو راح يصد وراح يسجلوا بقية لاعبي المغرب وراح يتأهل منتخب المغرب. ما بعرف، هذا كان إحساس أنه اليوم لا يمكن يخرج المغرب. مباراة ملحمية بين مدربين، بصراحة المدربين كانوا عارفين نقاط قوة بعض واشتغلوا عليها بشكل جيد بأنهم يحدوا من خطورة بعض بشكل كبير. المغرب طبعا كان أخطر، كان أفضل، كان مسيطر، ولكن المنتخب النيجيري دافع بشكل ممتاز. برونو هذا الظهير الأيسر تبعهم خرافي غير طبيعي دفاعيا، قدم مستوى فلكي يعني اليوم. حتى أجاي وكالفيت باسي وسامول على الجهة اليمنى، كل دفاع نيجيريا قدم مباراة جيدة جدا. ولكن منتخب المغرب كان متفوق بنص الملعب، كان قادر يشكل خطورة أكثر، اختار انه يهاجم على الجهه اليمنى بشوط المباراه الاول وانه يستحوذ وانه يشكل خطوره، وبدا المباراه بقوه مثل ما حكينا بالفيديو الاول تبع تحليل المباراه انه اضغط على لاعبي النيجيريين رح يخطئوا، وفعلا اخطاوا. ولكن لاعيبه المغرب ما احسنوا التصرف بالثلث الاخير. لو احسنوا التصرف كان ممكن المباراه تكون اسهل بكثير وتخلصها من بدايتها. بشوط المباراه الثاني منتخب المغرب سلم الكرة شوي لمنتخب نيجيريا، صار يلعب بدفاع شوي، يعني خلينا نقول ضغط متوسط، ولكن استحواذ نيجيريا كان سلبي لأن المغرب كان عارف يتعامل مع الجمل التكتيكية تبع المنتخب النيجيري. الكرات الطولية كان يتفوق فيها منتخب المغرب، العرضيات كانت محدودة جدا وخطورتها محدودة جدا. أكرد ومسينا قدموا مستوى كبير، ما بدنا نحكي عن مزراوي لأن مزراوي هو نجم المباراة بلا شك لمنتخب المغرب يعني. العيناوي قدم مباراة كبيرة طبعا. وسط بلال الخنوس مباراة ولا أجمل، وأنا متأكد أنه لو ما مدرب نيجيريا حول طريقة اللعب لل4-3-3 ونزل الجناح الأيسر اللي نزله هذا نسيت اسمه والله، موزس على الجهة اليسرى، ولا ما كانت بدل بلال الخنوس بأسامة درغالين، ولكن حاول أنه ينشط الجهة هاي دفاعيا على الأقل ويتفاعل مع تبديلات مدرب نيجيريا الكابتن وليد الركراكي. رأيي الشخصي أنه كان ممكن يتم تبديل أيوب الكعبي قبل بوقت، لأنه أيوب مش حاضر بالمباراة، وكانوا قادرين كالفين باسي وأجاي أنه يحدوا من خطورته بموضوع أنه يكون لاعب محطة، وبالتالي ما كان كثير مستفيد منه المنتخب المغربي. شوط المباراة الثاني رغم استحواذ نيجيريا منتخب المغرب كان الأكثر خطورة، الأكثر مبادرة، الأكثر تهديدا للمرمى والأكثر تسديدا على المرمى. هاجم من الجهة اليسرى عن طريق عبد الصمد الزلزولي كان ممتاز، ولكن الزلزولي دائما مشكلته باللمسة الأخيرة، يعني إذا بيطور اللمسة الأخيرة بصير لاعب خارق غير طبيعي. دياز اليوم ما كان دياز اللي بنعرفه، ما كان بمستوى دياز الطبيعي، ولكن هذا أمر عادي خلال البطولات والمباريات الكبرى. أحيانا اللاعب ما بيكون متوفق بالمباراة. صباري قدم مباراة كبيرة جدا لحد ما أصيب بشد عضلي واستبدل. ما بدي أنسى حدا لأنه الفريق كله كان ممتاز اليوم على المستوى الدفاعي. أكرد مسينا كانوا رائعين. طبعا راحت المباراة لركلات الترجيح، وبركلات الترجيح لما يكون عندك بونو ما شاء الله ما بتخاف. فألف مبروك للمغاربة، وويل للسنغال من مغرب قد اقترب.